قبل ما تعرفوا نفسكم عارفين، ولما اقول الآه الاقيكم حوطني. مدوا ايديكم في ايديا وخدوا عهد عليا، نمحي من القلوب كل أسية. أحضان الحبايب. بطولة نادية أمير، أحمد أبو العنين، مبروك عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، أسامة عبد الوهاب، فريدة صلاح، إبراهيم الملاح، صلاح عبد القادر، وحمدي مرسي. أحضان الحبايب، سامية جمال الدين، داليا دبور. انت بتقول ايه يا عدلات؟ هي بتتكلم لو انت يا راجل ما سمعتهاش قالت ايه؟ اقول لك انا موافقة يا الف نهار ابيض. بس يا ولية بلاش فضايح. يو ليه؟ هو كان الجواز فضيحة؟ انا لسه ما اديتش رايي، ولا انت ناسي انا راجل البيت؟ طب يا راجل البيت ارفس النعمة برجليك. اتكلمي يا بنتي اتكلمي. اتكلم اقول ايه؟ انا تعبت يابا، تعبت والناس ما بترحمش. الناس دايما ظالمه الست المطلقه وبتبعد عنها كانها مرض معدي، وكل ست متجوزه بتخاف على جوزها، وكأن المطلقه دي ماشيه تخطف الرجاله. كأني ارتكبت ذنب لما طلبت شرع ربنا. بيعتبر الطلاق ذنب لازم ادفع ضريبته من دمي واعصابي، وما يعرفوش قد ايه انا مظلومه. ليه يابا؟ ليه الناس بتبص لنا على اننا انصاف ستات؟ ليه بتنهش في عرضنا ولحمنا بكلام ما يرضيش ربنا؟ واللي ما بيتكلمش بصته لينا بتقتلنا قتل. بعد الشر عليك يا بنتي، بعد الشر عليك، انت ستات. يا حبيبي يابا، طول عمرك تعبان عشاني، صعبان عليا قوي، عايزه اريحك مني ومن ابني. بس ما تقوليش كده يا عدلات، ده انت الهوا اللي بتنفسه، وابنك زيك واكتر في حباب عينيا. اللي في سنها وظروفها محتاجة راجل يحميها من الزمن، احنا مش عايشين لها العمر كله. ارفضي يا بنتي ارفضي، مش مهم جواز بدل مش مرتاحه له. شوف الراجل اللي بيساعدها على الفقر. احنا مستورين والحمد لله. وهي ضامنه ان يجيلها عريس احسن من ده. ريح نفسك يابا، ريح نفسك. اللي زينا مالهمش فرصه للاختيار، قدرنا هو اللي بيمشينا، وانا راجيه بنصيبي في الدنيا. ازاي ده حصل؟ هدي اعصابك يا عبدو، انا اول مره اشوفك متنرفز كده. لانك ما عملتليش حساب قد كده. انا بقيت شرابة خرج يا فتحية. معاش اللي يقول عليك كده يا عبدو. انتي عمايلك كلامك للست صابرين بيقول كده. يا عبدو انا خايفه عليك، مش كفايه اللي حصل لك ده؟ لولا ستر ربنا كنت لا قدر الله رحت فيها. تقومي تقولي لها بيعي البيت وتقول لك ده راي عبدو، تقولي لها اذا كان ولادها موافقين. وهم كانوا جم قالوا لك. يوه ما عماد كان قاعد وقال الكلام ده قدامك. ده رايه هو لوحده، لانه طول عمره طائق من دماغه. طب ايه رايك بقى ان عماد ده فيه مخ يوزن بلد؟ زي مخ العصافير. اخصى عليك يا عبدو، هي حصلت البهدله علشان عايزه مصلحتنا. ادي انت قلتيها، مصلحتنا. عشان كده لازم يكون مناقشتنا وكلامنا مع بعض. هو انا مت يا فتحيه؟ بعد الشر عليك، حسك في الدنيا يا اخويا. وبعدين انا قلت لها ان احنا اللي هنسيب الشقه ونجيب حد مكاننا. هي بقى عايزه تبيع ما تبيعش، هي حره، ننفد احنا بجلدنا. زي ما قال المعلم منصور، كل واحد بيقول يلا نفسي. يا اخويا البيت شقوق كترت
وعايزة فلوس تقله. مين بس اللي هيقدر على الهم ده؟ هي ممكن تستحمل علشان ولادها، لكن انا وانت اي حاجة تقضينا. يعني احنا اخدنا ايه بس من الحتة والعمارة؟ اخدنا العشرة يا فتحية، العشرة والناس الطيبة اللي كانوا بدل اهلك واهلي، اللي اول ما اقول اي الاقيهم جنبي. الله بقى يا عبدو يا اخويا، يعني ما هي برضو عندها ولادها حامينها، لكن احنا ولادها ولادنا يا فتحية، وهقول لك وافضل اقول لك كلنا في مركب واحدة ومش ممكن نسيبها تغرق. مش عارف اتصرف ازاي يا فرج. والله ما انا عارف اقول لك ايه يا عوض. طيب وده شاف عدلات فيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن حلال مصفي، جيت في وقتك. صول متولي يا متولي. نعمين يا معلم فرج. تعالى عايزينك في حاجة. حاضر جاي لك اهو. خير، في حاجة؟ هات الورقة اللي معاك دي يا عوض. ورقة ايه دي؟ قصدي امانة على حد ولا ايه؟ لا بس الامانة عليك، ما تجيب سيرة لحد على اللي هنطلبه منك دلوقتي. ايه الحكاية؟ ما تفهموني. بالعربي كده، عوض جاله عريس لبنته. والورقة دي فيها اسمه واسم عيلته ومكانهم. طب ودي فيها حاجة تزعل؟ المفروض تفرح يا راجل. افرح لما اشوف فرحة عينين بنتي عدلات اللي طلعت بيها من الدنيا. اسمح لي يا عوض، انت مدلع عدلات حبتين. بالعكس، بنتي دي اتحملت كتير. هي مش بنت، لكن عندي اجدع من 100 راجل. العيالس والمتولي لما بيكونوا حاسين باهاليهم بيبقوا سند وعزوه. وانت كمان عمرك ما قصرت معاه، ده انت طول عمرك اب واخ ليه. عدلات اول ما اتولدت كنت ادخل البيت اجري عليها ابص في عينيها انسى هموم الدنيا، وما نامش غير لما اطمن انها نامت. وكانت من قبل ما تنطق ابص لها اعرف هي عايزه ايه. وكانت لما تعيط واشيلها تسكت وتضحك، كنت بحس اني ملكت الدنيا باللي فيها. العيال نعمه وربنا هيسالنا عليها. وحشتني ضحكتها من يوم ما كبرت وانا مش شايف غير الحزن في عينيها، ونصرة الحزن دي بتقتلني. بالراحه على نفسك عوض. والله العظيم لما بتضحك بتهون عليا قساوة الزمن وبتنور الدنيا كلها قدامي. طبعا ربنا ما يحرم حد من ضناه. العيل زي الزرعه، تهتم بيه وتديله حنان وعطف، يديلك حنية واهتمام لما تكبر. الله مالك يا صول متولي؟ لا مفيش حاجة عن اذنكم. الله، هو ماله؟ يعني ما انتش عارفة مالي يا قمر؟ يا معلم منصور، انت جميلك ووقفتك معايا ايام تعب امي على راسي من فوق. وقفت ايه وتعب ايه؟ محدش تعبان غيري انا يا معلم، ما انت عارف ان انا بطلي حجج واعذار بقى. الست والدتك بقت تعالي العال والحمد لله، واني حسيت كده من كلامها ان نفسها تفرح بيكي النهارده قبل بكره. ايوه لكن ايه يا بنت الناس؟ انت ايه عاجبك اللي انا فيه ده؟ يا معلم منصور، انا قلت لك 100 مرة ما عنديش استعداد الناس تتكلم عليا وتقول اخدته من مراته وابنه. قطع لسان اياته وحد يجيب سيرتك يا بنت الناس انا ماليش في العك وعايز الحلال. ومراتك يا معلم، مراتك ده انت قايل لي بعضمة لسانك اخر مرة انها عايزة تبيع صيغتها عشان تشتري لك دكاكين في الحلقة وتكبر تجارتك، يبقى يكون ده جازتها. ما هو ده اللي خلى الفار يلعب في عبي. ازاي بقى؟ اكيد هي حاسة اني بعيد عنها، قالت اهو تجيب رجلي ويبقى لها فضل عليا، وفي نفس ذات الوقت عايزاني اسيب البيت والحتة وابعد عن هنا. وانت مش بتقول ان العمارة عندكم ممكن تقع في اي وقت؟ تبقى خايفة عليه. شربت اخر واحدة في الدنيا تخاف على حد. الناس يا سيدي لا هترحمني ولا هترحمك. بص يا قمر،
هي كلمة مش هتنيها. لو قلتي عايزاني هعمل المستحيل واتحدى الدنيا كلها عشان تبقي معايا، ولو قلت لا مش هتشوفي وشي تاني. انت بتسأل على العيال ليه؟ في حد قالك حاجة عليهم؟ لا 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 لا، بس وحشوني. اكيد ده مش جوزي. وحشوك؟ ليك حق تستغربي يا عنايات، انا كمان استغربت من نفسي. ازاي يبقى عندي كنز ومانيش حاسس بيه طول المدة دي؟ كنز؟ بجد يا متولي؟ انت ورثت يا اخويا كام؟ اللي عندي احسن من ملايين الدنيا يا عنايات، لانه ما يتقدرش بمال. انت بتتكلم على ايه يا متولي؟ على عيالنا يا عنايات، ولادنا. ياه، انا عمري ما سمعت منك الكلمة دي. طول عمرك تقول لي عيالك. مش بقولك ليكي حق تستغربي. انا النهارده حسيت قد ايه انا كنت غلطان في حقهم، وعرفت انهم محتاجين لحاجات اهم من الاكل والشرب. اهم يا عنايات، الحنان يا عنايات. لا لا لا، مش ممكن تكون متولي جوزي ابدا. تصوري يا عنايات، انا مش فاكر اخر مرة اخدت ولد من الولاد في حضني، ولا امتى سألت واحد فيهم نفسه في ايه، ولا امتى قعدت معاهم وضحكت. طول عمري بفكر ان الحنان دلع وكلام فارغ. لا يا متولي، ما تقولش كده. في فرق يا اخويا بين الدلع والحنان. اقول لك بصراحة يا متولي؟ قولي. بس من غير زعل. لا مش هزعل. انا مرة سألت الواد حسين، عارف، قلت له انت بتحب ابوك يا حسين؟ بصلي وقال لي اسأليه هو الاول بيحبني. صحيح، العيل زي الزرعة، ترعيها بالحب والحنان تديلك حب وحنان. عارف يا متولي اللي قلقان عليه مين؟ كامل، وارث منك جمودية القلب ونشفان الدماغ. كامل حنانه جواه يا عنايات، احنا هنحس بيه ازاي؟ اوعدك يا عنايات ان كل ده هيتعالج. مش عيب ولا حرام لما يبقى حناننا باين ونخاف على بعض، مش نخاف من بعض. والله انا لما فتحت الباب ولقيتك روحي اتردت فيا. تعيش يا ست صابرين، والله انا جاي لك ومكسوف منك وعايز اقول لك يعني. انا عارفه ومقدره، بس يصعب عليا انكم تسيبوا البيت بعد ما بقينا اهل. يا ست صابرين احنا اهل. والله انا لو في ايدي حل كنت عملته، عشان كده مش هقدر اجبركم على حاجه. ولو عايزين تسيبوا البيت وحد يجي مكانكم ما عنديش مانع. يا ست صابرين احنا لا يمكن نسيبك ابدا. انا عرفت ان فتحية جت قابلتك وقالت لك كلمتين فارغين كده يعني، وده من ورايا وزعقت لها. ليه بس يا سي عبدو؟ احنا معاكي في البيت على الحلوة والمرة. وغلاوتك عندي. انا عمري ما ازعل من جيراني ابدا. يا ناس الحقوني، البيت هيتهد فوق دماغي. غدا حلقة جديدة. أحضان الحبايب بالاشتراك مع أحمد يحيى، أحمد التركي، مروى نور الدين، يسري عزيز، محمد صالح، محمد ولي الدين، نسرين علوي، ومحمد يحيى صالح. أحضان الحبايب سامية جمال الدين، داليا دبور.